السلام عليكم، كيفكم اخواتي؟ يا شاء تكونوا بخير. معكم زيد من هذا الفيديو سواء قناة اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. طبعا نوع جهازي تكنو سبارك 10 سي، يدعم 5 فريم الرسومات مثل ما انكم شايفين. هي 10 20 30 40 فريم، يدعم متوازنة 40 فريم، شي ممتاز. عالة الدقة بالتحميل عندي يدعم عالة الدقة 30 فريم. اوكي. أنا بحب حتى سلسة و40 فريم. هلا في كثير تعليقات عم تواجهني 30 أو 20 فريم على التكنو سبارك 10 سي، وأنت تسمع إنه يدعم 40 45 فريم. ليش عندك يدعم 20 و30؟ إذا بدك تعرف شو الطريقة خلك جوا الفيديو. يا نروح على الإعدادات. بدنا نفوت على هذا الخيار محل الإشارة حاطلكم إياها. بنفوت، راح أحط لكم هلأ دائرة. أوكي. جوات هالدائرة في بين قوسين مكتوب 606. لازم يكون المعالج بتكنو سبارك 10 سي 606. لو كان عندك أقل من هيك فما رح يدعم 45 فريم وسلاسة. لا، سلاسة رائعة. يدعم اللهم صل على سيدنا محمد. لازم يكون المعالج 606 محل الإشارة حاط لكم إياها. في أجهزة تكنو سبارك 10 سي نفس المعي تيجي هيك، يعني نسخة تانية، مش النسخة الأصلية اللي من تكنو سبارك 10 سي. مش النسخة الأصلية اللي بتجي من الشركة، بتجي نسخة تانية، يعني معالج تاني، نسخة تانية. صح اسمه تكنو سبارك 10 سي اللي عندك ويدعم 20 فريم، بس يكون المعالج غير. يعني أنا معالجي 606 من تكنو سبارك 10 سي، يعني هذا المصدر من تكنو. أما أنت يكون مثلا جاي يعني شلون بدي لك، مو الاساسي تبعي التكنو، مو الاساسي لهيك يدعم 20 30 فريم. انت لازم كبداية اول نصيحة الك انك ساعة تجيب قبل لا تشتري التكنو اللي فوت على الاعدادات لمحل ما فت انا، وتشوف المعالج محل ما حاط لك الدايرة. لو كان 606 توكل على الله، يكون هذا الاصلي من تكنو. اما لو كان اقل من 606 ما رح تاخد 45 فريم. بس هيك. هذا كان الشرح لأنه كثير تعليقات واجهتني. وبس، سلام.